عاوزين وصفة اقتصادية بس تكون عظمة. يلا هاتي بصلتين كبار وابتدي انت قطعيهم عشوائي واي مادة دهنية على البوتاجاز وانزلي بيهم يتشوحوا مع بعض. عندي بقى هنا ايه كمان انا اسيبهم يتشوحوا ونروح بقى الناحية التانية. عندي 10 فصوص من الثوم وزيهم من الفلفل السبايسي وهحطهم في الكبة. عندي كمان هحط ملح كمون وكزبرة واحط ربع كوباية من الخل، بس اختار نوع كويس يكون جودته حلوة بس. وهبتدي ان انا اضربهم في الكبة انعمهم كويس. هو ده اللي انا عايزاه بس كده. عندي بقى البوتاجاز كانت البصلة معايا دبلت شوية اهيت. هبتدي ان انا انزل بيهم بمعلقة كبيرة كده من الدقة اللي انا عملتها. معلقة واحدة بس كبيرة كده هتدي طعم وريحة خرافة. مجرد ما تنزل بس في النار كده اشم الريحة، هو ده اللي انا هكون عايزاه بالظبط. بس اديها تقليبة بس كده. وعايزة ايه الريحة بتاعت التوم كده والخل تطلع. هنزل عندي بقى بايه بكيلو من الرز انا غسلاه كويس قوي، وانزل بيه هنا ايه عليه. حقيقي وصفة حكاية يعني. يا اقلب بقى كويس قوي، ولازم اشوح الرز ده كويس قوي كده في المادة الدهنية دي عشان بعد كده ما يعجنش معايا. عندي كمان اهو قلبت كويس. هنزل ايه تاني كمان. عندي ربع كيلو من العدس الاصفر برضو مغسول كويس، وهنزل بيه هنا هو مش منقوع ولا حاجة. وهقلبهم برضو ياخد ايه تشويحة بس كده مع الرز والحاجة اللي احنا عملناها. بجد رز كشري اسكندراني قمر. طبعا هو بتركات ايه زيادة من عندي. وهنزل بقى بالمية تكون مغلية، يكون فوق الرز دوت بعقلة صباع. هظبط ملح وهحط كمان كمون، وممكن كمان تضيفي مكعب مرق الدجاج لو حابة. انا حطيت ملح وكمون بس. وابتدي اديهم تقليبة واسيبهم يغلوا مع بعض على نار عالية. وبعد كده هدي النار واحطه على عين الصغيرة خالص لغاية ما يستوي. هو هياخد من 10 ل 12 دقيقة على البوتاجاز لحد ما يستوي. بصوا حكاية مفلفل وتحفة. طبعا عملتي بيض المدحرج جنبيها وخليتي طماطم. وكمان ده اللفت اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده. بصوا لونه زي ما هو ما غيرش وما حطيتلوش بنجر ولا اي حاجة. عمر لونه ما هيغير لو عملتيه الطريقه اللي قلت لك عليها. وبس يا ستي، ودي كانت اكلتنا النهارده. اشوفكم بوصفه جديده. بس كمان ما تنسيش لو الفيديو بتاعه عجبك ما تنسيش لايك وشير كتير عشان يوصل لغيرك. سلام.